تخيلي معايا كون قلت لك بلي باش تبدلي حياتك 180 درجه خاصك ديري مجهود كبير، تسهري الليالي، تعذبي راسك، غتخلعي وغتقولي هادشي ماشي ديالي، وممكن تحبسي قبل ما تبداي. ولكن اشنو الا قلت لك بلي السر الحقيقي كاين في واحد الحاجه ميكروسكوبيه، حاجه ما كتبانش، سر كيتسمى قاعده الواحد في المية. هاد القاعده هي اللي خلات ناس فاشلين يوليو ابطال اولمبيين، وخلات شركات كانت غتغرق تولي هي الطوب في العالم. اليوم غنعلمك كيفاش هاد الواحد في المئة غتغير لك حياتك في 2026 بلا ما تحسي بضغط ولا خوف. اهلا بكي اختي الغاليه في حلقه جديده من بودكاست ارتقي للافضل. معك ساره، ومن قلب كبير جيت اليوم نهضر معك على واحد من اهم اسرار النجاح المستدام. شكرا حيت عطيتيني من وقتك، وإلا كنتي واجده لرحله التغيير الحقيقيه يلا نبداو. بزاف منا كيبقى فخ الكل او لا شيء، كنقولوا يا اما نولي كنقرا ساعه في النهار يا بلا ما نقرا. هاد العقليه هي اكبر عدو ليك. علميا العقل كيهرب من التغييرات الكبيره حيت كيعتبرها خطر، ولكن باش كتحسني 1% فقط كل نهار عقلنا ما كيعيقش. الا تحسنتي ب1% كل نهار لمده عام الحساب كيعطينا نتيجه صادمه، غتولي احسن ب37 مره من اللي كنتي عليه. تخيلي الفرق بين الشخص اللي بدا كيدير مجهود صغير بزاف وبين الشخص اللي بقى في بلاصتو. وعارفه شنو كتقولي دابا؟ هادشي نظريا زوين، ولكن واش بصح خدام؟ خليني نكون صريحه معك، حتى انا يلاه بديت نطبق هاد القاعده في حياتي مؤخرا. في الاول كنت كنتسنى شي معجزه طرا في السيمانه الاولى. بديت الرياضه كنت كندير 3 ايام في الاسبوع نصف ساعه ديال الرياضه. داز الاسبوع الاول الثاني ومازال ما شفتش ديك النتيجه الكبيره. فهمت بلي هاد المرحله هي وادي الخيبه. المجهود ديالي كاين، ولكن النتائج مازال مخبيه تحت الارض، بحال شجر البامبو اللي كيبني العروق لسنوات قبل ما يطول فجاه. انا دابا في مرحله بناء العروق وما غاديش نحبس، حيت عارفه بلي ديك 1% راها كتجمع. ومن بعد هاد التجربه وهاد الارقام اكيد عقلك باقي كيسولك اسئله. خليني نجاوب على اهم 3. السؤال الاول، واش بصح غادي يدير الفرق؟ القوه ديالها في التراكم، بحال نقطة الماء اللي كتحفر الحجرة مع الوقت. السؤال الثاني، شنو ندير إلا فشلت شي نهار؟ طبقي قانون اليومين، إلا غبتي نهار ماشي مشكل، التحدي هو ما تخليش نهار تاني يدوز ولا ما ترجعي. السؤال الثالث، واش نطبقها في كل شي دقة واحدة؟ لا، بداي بمجال واحد حتى يولي عادة اوتوماتيكية، عاد زيدي حاجة واحدة أخرى. غادي نعطيك خطوات عملية. تخيلي طيارة غادية من لندن لنيويورك، إلا الطيار غير الاتجاه غير ب3.5 درجة اللي هي حاجة بسيطة، غتلقى راسها في واشنطن. هكذا قراراتك الصغيرة. كيفاش تبداي دابا؟ أول حاجة اختاري مجال واحد، صحة، تعليم، روحانيات. تاني حاجة حددي أصغر خطوة 1% ديالك. بغيتي تقراي، قراي صفحة واحدة. ثالث حاجة ركزي على النظام ماشي الهدف. المهم هو ديري ديك الحاجة كل نهار. الارتقاء للأفضل ماشي سباق، هو رحلة، والرحلة كتبدا ب1%. ما تحقريش راسك وما تحقريش ديك الخطوة الصغيرة اللي غديري اليوم. قولي لي في التعليقات شنو هي 1% اللي غتبداي بها دابا. أنا كنقرا تعليقاتكم. كنت معك في بودكاست ارتقي للأفضل. تهلاي في راسك وتذكري ديما قليل دائم خير من كثير منقطع. هذه كانت لحظة ليك، ونتلاقاو في ارتقاء جديد للأفضل.